السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة طبق كبد وقوانص بطريقة حلوة قوي. محدش فينا ما بيحبش الكبد والقوانص، مفيش غير الأطفال الصغيرة هما اللي ممكن يكونوا ما بيحبوش الكبد بتاعة الفراخ، أما الكبار أكيد محدش بيختلف عليها. هعملها معاكم بطريقة جميلة جدا، حاجة حلوة قوي تفتح النفس. يلا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقتين من الزيت وهنزل عليها بالقوانص لوحدها. طبعا بنبقى فاصلين القوانص لوحدها والكبدة لوحدها. القوانص طبعا ما عارفين ان هي بتاخد سوا عن الكبدة. هديها تشويحة الاول كده في الزيت لوحدها لحد ما لونها يبتدي يغير. طبعا بنبقى غسلينها ومنضفينها كويس قوي، وبنحطها شوية طبعا في شوية مية ومعلقة من الدقيق وعصير ليمونة. وما ينفعش نفضل نقعين كبدة الفراخ في المحلول اللي احنا عاملينه اكتر من 10 دقايق، عشان كل ما بتسيبيها في المية كتير كل ما طعمها يتغير. لو عندك وقت وحابة تنقعيهم اكتر من كده، تشيل الكبدة بعد 10 دقايق بالظبط لوحدها وتصفيها. بعد كده سيب القوانص براحتها بقى. القوانص ممكن تقعد معاكي بدل الساعة 2 في محلول النقع، ما بيجراش لها حاجة. هشوح الاول في القوانص شوية لحد ما لونها كلها يبتدي يغير. بعد كده هحط عليها 3 حبايات من البصل، 3 بصلات حلوين كده هنقطعهم. قطعيهم بقى مربعات، تقطعهم شرايح زي ما تحبي. هنحطهم على القوانص وهنديهم تقليبة مع بعض كده تشويحة. بعد كده هغطي عليهم على نار هادية خالص ومش هضيف عليهم اي مية. هسيب القوانص تستوي على البخار وعلى المية اللي هتنزل من البصل. في الوقت ده طبعا هنجيب طاسة وهحط فيها شوية حلوين من الزيت. الكبدة طبعا بتحب الزيت الكتير. هحط شوية حلوين من الزيت، بعد كده هسيبهم يسخنوا كويس قوي وهنزل عليهم بالكبدة على طول. هفردها في الطاسة بالراحة كده بالمعلقة ومش هنقلبها دلوقتي خالص. اول ما تاخد لون هقلبها. خلاص هي كده بدأ لونها يتغير معايا، هديها تقليبة خفيفة. بعد كده هديها رشة صغيرة من الفلفل الاسود، حوالي ربع معلقة صغيرة. هقلبه الاول مع الكبدة. الفلفل الاسود لما بنحطه مع الكبدة في الاول كده بيخلي ريحتها حلوة قوي، بيضيع اي ريحة زفرة فيها. تبتدي من هنا بقى تشم الريحة الحلوة. بعد كده هحط معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هشوح في الثوم مع الكبدة لحد ما ريحته تطلع.
بعد كده هبص بقى على القوانص وهنديهم تقليبة. ما خلاص في الوقت ده بيبقى اتشوحوا كويس قوي مع بعض على نار هادية. هقلبهم وهسيبهم كمان 5 دقايق على ما اكمل باقي الحاجة اللي هحطها على الكبدة. في الوقت ده هتكون القوانص استوت خلاص، بقت تمام، مش هتعوز سوا تاني اكتر من كده. هنغطي عليها تاني، وهجيب بعد كده قرنين من الفلفل، قرن من الشطة حراق وقرن بارد. طبعا الكبدة ما بتحلاش غير بقرن الشطة الحراق، اللي ما بيحبهاش طبعا هيشيلها، بس بصراحة بتبقى حلوة قوي. خلاص كده ضفت لها الفلفل، هنديها بقى تقليبة كده مع بعض عشان اقعدهم على النار كتير. هي تشويحة واحدة بس كده، مجرد دقيقة واحدة. عايزين الفلفل يفضل مصحصح كده بلونه الاخضر الحلو. بعد كده هضيف عليه حباية كبيرة من الطماطم، حباية حلوة تكون كبيرة كده، نقطعها مكعبات صغيرة. هشوحهم مع بعض شوية على النار لحد ما الطماطم تدبل. هنسيبها دقيقة كمان بس على النار كده. بعد كده هرجع اقلبها، اول ما الاقي الطماطم بدأت خلاص تدوب، هحط عليها القوانص بالبصل على طول. خلاص كده في الوقت ده بتبقى القوانص اخدت سوا كفاية. هنضيفها بقى على الكبدة على طول. البصل برضو في الوقت ده بيبقى اتشوح ونزل المية اللي فيه. بكده القوانص تبقى استوت مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنقلبهم بقى ونخلط كله على بعضه. مش عايزة اقول لكم الطريقة دي احلى طريقة ممكن تسووا بيها القوانص. اما بنسويها مع البصل لوحدها افضل بكتير قوي لما نسويها لوحدها. هنشوحهم مع بعض شوية صغيرة، بعد كده هبدأ احط التوابل. هنحط طبعا رشة صغيرة من الكزبرة الناعمة، حوالي نص معلقة، وحوالي نص معلقة برضو صغيرة من الكمون، وحوالي ربع معلقة من الفلفل الاسود، عشان احنا كنا حاطين مع الكبدة فلفل اسود قبل كده، مش عايزين نكتر التوابل قوي. بعد كده هحط مكعب من مرق الدجاج، بيظبط معانا الطعم وبيخلي طعمها حلو قوي. وهحط حوالي ربع معلقة من الملح، عشان مرق الدجاج طبعا فيها ملح. هقلبهم بقى كويس مع بعض، بعد كده هندوقها، لو لقيناها محتاجة ملح هنحط لها. اهم حاجة نخلي بالنا لو حطينا مرق الدجاج نحط بعد كده الملح بحذر. هقلب كل حاجة على بعضها على نار هادية لحد ما اتأكد ان البهارات خلاص اتقلبت كلها في الكبدة. بعد كده هطفي عليها النار على طول. هنشيلها بعد كده على طول وهي سخنة، نحطها في طبق التقديم. بعد كده هرش حوالين الطبق شوية من ورق البقدونس.
بعد كده هعصر على وشها نص ليمونة، بيخلي ريحة الكبدة وطعمها تحفة. بعد كده هحط على وشها النص التاني. جربوا الكبد والقوانص بجد بالطريقة دي، تحفة جدا وطعمها رائع، اللي ما بياكلهاش هيحبها بالطريقة دي. وبكده اكون خلصتها معاكم. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.